سقط أمام المدرسة وفاة موجه فجأة أثناء أداء عمله بمحافظة الشرقية، وجنازة مهيبة في وداع هذا الموجه ومدير المدرسة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونريد من حضراتكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة. لفظ موجه في التربية والتعليم في محافظة الشرقية أنفاسه الأخيرة اليوم الخميس بعدما سقط فجأة بالقرب من جهة عمله في مدرسة قرية عرب البياضين التابعة لنطاق دائرة مركز بمدينة بلبيس في محافظة الشرقية. والموجه المتوفي كان قد شعر بألم مفاجئ وترك على إثره المدرسة عقب الاستئذان بإذن قانوني، لكنه سقط على الأرض بمجرد خروجه من باب المدرسة. وشعر عاطف عبد العاطي محمد موجه تربية فنية في مدرسة قرية عرب البياضين التابعة لدائرة ونطاق مركز ومدينة بلبيس في محافظة الشرقية بآلام مفاجئة، وذلك أثناء اليوم الدراسي. وبعدها تقدم الموجه بطلب إذن لمغادرة المدرسة فور تعبه، وتم تشييع جنازة المتوفي من مسقط رأسه في قرية عرب البياضين التابعة لدائرة ونطاق مركز ومدينة بلبيس عصر اليوم الخميس، وسط حزن كبير عم قطاع التربية والتعليم في محافظة الشرقية. وفي حادثة مشابهة توفى بدران فراج أحمد مدير مدرسة العريشي الإعدادية التابعة لإدارة بلبيس التعليمية بالشرقية خلال تأدية عمله. وحرص محافظ الشرقية على تقديم التعازي لأسرته. وقال محافظ الشرقية في بيان إن مدير مدرسة العريشي الإعدادية التابعة لإدارة بلبيس التعليمية وفاته المنية خلال فعاليات اليوم الدراسي، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. وشيع المئات من أهالي قرية عرب البياضين لمركز ومدينة بلبيس في محافظة الشرقية جثمان عاطف عبد العاطي محمد موجه تربية فنية مدرسة قرية عرب البياضين، والذي توفى أثناء اليوم الدراسي، وذلك إلى مأواه الأخير في جنازة مهيبة. وخيم الحزن على أسرة الفقيد وأهالي القرية الذين حرصوا على أداء صلاة الجنازة على الجثمان واللحاق بالجثمان في جنازة مهيبة شارك فيها عدد من الأهالي التابعة للقرى المجاورة ليتم دفنه بمقابر الأسرة. وفي سياق منفصل شهد في طريق أبو شلبي الصلاحية القديمة في نطاق وديرة مركز شرطة فاقوس في محافظة الشرقية أيضا حادث انقلاب سيارة ربع نقل، وهو ما تسبب في إصابة 6 أشخاص بكدمات وجروح وإصابات في أنحاء متفرقة بالجسد. وفور ورود البلاغ هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث بعد وقوعه، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.